صبابة حب العاشقين تسنم ونار فراق. إليكم أحبتي نظم الصبابة في مدح المدينة طابة، نظمها وشرحها الأستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم بن محمد الشريف، إمام وخطيب المسجد الحرام، ووالله لقد تفضل ومن بها علي أن أحدو بها، فله جزيل الشكر والإنعام على حسن ظنه بأخيه، فرفع الله قدره وأعلى منزلته هو ووالديه بهذه الأبيات التي تحكي الحب الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم وللمدينة المنورة ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه، فاللهم اجمعنا بهم بحبنا إياهم. يقول ناظمها في بدايتها: صبابة حب العاشقين تسنم ونار فراق الوالهين تضرم، تكل قلوب بالمفاوز والنوى ويكلمها بعد الحبيب فتسقم. ألا من دليل للمحب ومحسن برته صروف البين وهي تصرم، أسائل عنها كل باد وحاضر وذي النفس لهفى للغدو تشمم. إذا عاين المشتاق صورة قدها تهلل دمع النفس وهي تبسم، فلا سائر سير المحب ورائح يعود ملولا للقاء ويسأم. وكنت إذا ما اشتد بالعهد والنوى أزيد اشتياقا في اللقاء وأحلم إلى طيبة الغراه يام يشدني بها مسجد للزائرين يعظم. بناه رسول العالمين محمد شفيع الورى بر يجود ويرحم، رفيع السجايا بالبرية مشفق كريح الصبا يعفو الخبيث ويحسن، وخير البرايا في الدماثة والتقى وليس يرد البائسين ويزرم، وينفق مالا مستحثا ببذله وكاف لأهل البيت خبز ودرهم. فلله كم يلقى الحبيب محمد على ظهره نتن الجزور ويشتم، ولله كم نال السفاسف والأذى ولله كم يهجى النبي ويرجم، ولكنه يعفو ويصفح قادرا يحسن أخلاق الورى ويتمم. دعوا عنكم ليلى وسعدا وعبلة فحب رسول الله طب ومرهم، وحب رسول الله في الدين واجب، وحب رسول الله شهد وزمزم، ويبغض إطراء يجور بصحبه، ألا إنما الإطراء في النفس علقم. إليكم فقولوا عبد ربي إنني فقير إلى رب العباد